لو انت محتاج تعمل على الاقل بتاع 20,000 جنيه في الشهر، فانت محتاج ان انت تشتغل في المبيعات. المبيعات يا عم، لا انا ما بحبش الكلام ده وحلني والنبي حلني. يا ابني اسمع، ما هو دي مش اي مبيعات. المبيعات دي بتاعه شركات اساسا في اقبال على الخدمات بتاعها، فالعميل هنا هو اللي بيجري وراك، مش انت اللي هتجري وراه. اهلا بيكم، انا محمد التركي، والنهارده هقول لك على احسن 3 فرص في شركات قويه ومبيعاتها اوريدي عاليه. اول شركه معانا وهي شركه الخطوط الجويه التركيه، والشركه دي عايزه اللي مصحصح كده ومفوق للشغل كويس. ليه؟ لان انت دورك في الشركه دي انك تقدم الخدمات المميزه بتاعت الشركه وتتابع على العمليات اللي انت بتشتغل عليها وتكون ماشيه بطريقه سلسه جدا. طيب الموظف ده هيشتغل هيعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه هو التعامل مع الحجوزات، سواء بقى تذكره انت لسه هتحجزها للعميل، سواء تعديل في ميعادها، سواء ان انت هتلغي التذكره، اي حاجه من الحاجات دي. تاني حاجة انت بتقدم المعلومات الخاصة بالاسعار والرحلات الجوية ومواعيدها امتى والطيارات دي رايحة فين وجاية منين، وبتقول للعميل على كل المعلومات دي. تالت حاجة بتبدأ تسجل المبيعات بتاعتك على الانظمة اللي زي ساب واي ار بي. اخر حاجة وهي متابعة حسابات العملاء، وبتبدأ تشوف مدى رضا العميل ده عن الشركة اللي انت شغال فيها. طيب لازم يكون عندك ايه؟ اول حاجة ان انت تكون متخرج، سواء بقى بكالوريوس او دبلوم بيقبلوا بيه برضه. تالت حاجة لازم تتحمل المجهود وتغيير المواعيد اللي في الشغل، لان انت برضو لازم تعرف مقابل الفلوس اللي انت تاخدها دي، انت مش هتاخد فلوس قليلة في المقابل، ان انت هتلاقي تعب وتغيير في المواعيد. رابع حاجة تكون بتتكلم انجلش ولغة البلد اللي انت فيها. خامس حاجة يكون عندك خبرة في أنظمة الحجز بتاعة الطيران زي ترويا او كويك. سادس حاجة الخبرة في إدارة المبيعات الشركات، لان انت احيانا هتلاقي نفسك ان انت بتبيع بالك باكج للشركه. اخر حاجه وان انت لازم يكون عندك 5 سنين خبره في مجال السياحه او في مجال الطيران، والفرصه دي كويسه للي عايز يشتغل في مجال المبيعات في افضل شركات الطيران عالميا. تاني شركه عندنا وهي شركه خدمه. الشركه دي اتعملت سنه 2020 وهي بتقدم خدمات ماليه في مصر والسعوديه، والشركه دي كويسه قوي اللي حابب ان هو يتوسع في مجاله. ليه؟ لان الشركه دي لسه جديده وعماله بتتوسع في مصر وفي السعوديه. الشركه دي بتقدم خدمات ماليه زي فاليو وقسط لي وحالا. الشركات دي اوريدي مفيش حد بيعرف يستغنى عنها النهارده، للي عايز يجيب جهاز، اللي عايز يجيب عفش، اللي عايز يجيب موبايل، ايا كان انت عايز تجيب ايه. الناس كلها بقت بتحتاج للانظمه دي لانها بقت اوفر بالنسبه لها، وبقت موجوده ان انت تقدر تجوين عليها بطريقه بسيطه جدا. فانت فرصه بيعك هنا اعلى من شركات كتير، والناس هي اللي بالتالي بتجري وراك عشان بتبقى هي عايزه تفتح حسابات في الابلكيشنز اللي زي كده. طيب مهمتك هتبقى ايه بالملخص السريع؟ 75% من شغلك هيبقى ان انت بتروح الشركات وتتكلم مع الشركات دول ومع الموظفين بتوعهم، وتبدا تعرفهم الخدمه بتاعتك هي عباره عن ايه وبتقدم ايه. وطبعا لازم تسجل مستخدمين جداد عشان يعرفوا الخدمه بتاعتك دي، وبالتالي بيعك هيكون اكتر. والشغلانه دي حلوه للي بيحب السفر. ليه؟ لان انت كل شويه هتسافر محافظه تشتغل في شركات مختلفه. بس اهم حاجه في الشغلانه دي انك تجمع بيانات العملاء بتاعتك بشكل مظبوط جدا. طيب احنا قلنا 75% ان انت هتنزل الشركات وتسافر وتعمل وتسوي. ال 25% دول بتوع ايه؟ دول يا باشا في التليفون، هتعمل مكالمات، تعرف بيها عملاء جديده، تعرف مستخدمين جداد على الابلكيشن هم ممكن اساسا ما يكونوش عارفينه، وبتبدا تعرف العملاء بتاعتك بالمميزات بتاعت الشركه عن طريق المكالمات دي، لان هو ده اللي بيفتح السكك معاهم. طيب ايه اللي مطلوب منك؟ اول حاجه ان انت تكون متخرج. تاني حاجه ان انت تعرف تسافر من اي محافظه لمحافظه، يعني ما يبقاش عندك مشكله في الحته. ثالث حاجة هو ان انت تعرف تظبط وضعك على اي بيعة، سواء بقى بيعة في التليفون او بيعة وش لوش. رابع حاجة وهو ان انت تكون خبرة في المجال المبيعات من 1 ل3 سنين. وعلى العموم الشركة دي حلوة قوي للي حابب ان هو يبدأ في بداية حياته في شركة هي بتتوسع، وفي يوم من الايام في القريب العاجل سواء بعد 1 أو 2 هتبقى في حتة تانية في الشركة دي. ولازم تكون ماشي بالشركة دي معاك KYC. KYC دي اللي هي نو يور كاستمر، اللي هو لازم تكون عامل تقييم للعملاء بتوعك وعارف هم محتاجين ايه وعايزين ايه وتقدر توفره لهم ازاي. اخر شركه معانا وهي شركه طلبات. طلبات بقى هنا طالبه سيلز. السيلز مختلف بتوع طلبات. اولا سواء مطاعم، ستورز، حتى محلات العاب الاطفال، كل الحاجات دي دلوقتي بقت بتبيع عن طريق طلبات. طيب انت مستفيد ايه؟ مستفيد ان انا ما بجريش ورا حد، لا ده العميل هو اللي بيجري ورايا عشان عايز يبيع عن طريقي، عشان طلبات كده كده هي بتخلي المطعم ده يظهر للعملاء، فبالتالي انت اساسا بيعك هيزيد، فبالتالي المطعم ده عايز هو اللي يشترك معاك.
فالطبيعي ان المطعم هنا هو اللي بيبعت الريكوست عشان يجوين معاك في طلبات. طيب ايه اللي مطلوب في طلبات؟ اولا ان انت تكون بتعرف تتكلم انجلش وعربي، لان انت هنا في طلبات انت بتتعامل على 9 دول، انت مش بتبيع في مصر بس، لا انت بتبيع في دول تانية. طيب تاني حاجة وهي ان انت شغلك هيبقى من الشركة بس، يعني الناس اللي مش حابة ان هي تنزل ولا تروح في اي مشاوير، الشغلانة دي حلوة قوي ليك، لانك هتفضل قاعد على المكتب وبتبيع يا باشا بالتليفون، والكوميشن بتاعك بينزل في اخر الشهر. طيب طلبات طالبة منك ان انت يكون عندك ايه؟ اولا هو ان انت تكون خبرة 6 شهور. هو يا عم هو كل حاجة خبرة؟ ما تصبر علينا يا عم، انا لسه متخرج من الجامعة. يا سيدي روق حقك عليا، مش لازم تكون خبرة، على الاقل تكون جاي من خلفية التسويق الماركتنج، تكون ان انت كنت بتدرس ماركتنج او كنت واخد تدريب في السيلز، مش لازم تكون ان انت اشتغلت سيلز قبل كده. والفرصة دي حلوة قوي للناس. ليه؟ لان طلبات نفسها فيها مميزات كتير قوي، هتعرفها امتى؟ لما تدخل الشركة. وهسيب لكم لينكات الشركات دي تحت في الوصف، بس ما تنسوش لو اتقبلتوا يا ريت تبعتولي في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان غيرك يستفيد. ولو انت لسه ما شفتش الفيديو بتاع لينكد ان وازاي ان انت تعمل CV